إذن خلال 50 عاما الماضية تحولت فتاوى كثيرة من الحرام إلى الحلال تحت ضغط تغيرات الزمن أو التحول الاجتماعي. تغير الفتاوى وأحكامها نتابعه مع الزميل مالك الروقي. وأمرنا بفتح مدارس للبنات، ومما أثج صدورنا ما شاهدناه من إقبال على تلك المدارس، ووجه التعليم الوجهة الصحيحة النافعة التي تتفق مع مبادئنا الدينية. هذا القرار لم يكن سهلا في السعودية، حيث كان تعليم المرأة تتضارب حوله الفتاوى بين التحريم والتحليل، وهي ذات المرحلة التي كانت فيها الدراجة الهوائية والغطرة البيضاء ضمن المحرمات بتأصيل وتفسير شرعي. فكل جديد سيسلك طريق التحريم قبل أن يصبح مشاعا أمام الناس، أو أنهم سيخافون منه كما حدث مع السيارات في عهد الملك عبد العزيز. أول موتر جاء عبد العزيز دخل مع درواس الثميري، وقف عند باب الصفا، ولما غير تراعدوا يقول هذا سحر، كيف حديد يمشي؟ ما يدخل عقولهم. ويظهر عبد العزيز يركب فيه ويقضبونه، تكفى يا عبد العزيز، يكفى يا عبد العزيز، هذا سحر بيطير بك. ولا عبد العزيز عزمه جيد، رسم وراح الموتر وقعد يصفقون بيديهم على إمامهم، يلا الخير خلنا يا إمامنا يطير، طار بالسحر. يظهر مع درواس الثميري ويدوج في البطحة ويجيك معود، يا معود وفرحة، ابشروا بعود ابشروا بعود. يلعب كرة ناحية محيسن، مع بداية ظهور كرة القدم في السعودية، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى بتحريم كرة القدم، كونها تشبه بالكفار، وأنها تشتد حرمة إذا كانت على كأس، كون هذه المكافأة على أمر لا يجوز. واليوم يرتب الشباب السعودي وقته على صافرة مباريات كرة القدم. الكاتب أحمد العرفج في كتابه الغثاء الأحوى يستعرض عددا كبيرا من هذه المسائل التي أصبحت حلالا بعد أن حرمت في بادئ الأمر، ويستشهد أيضا بكتاب الإيضاح والتبيين للشيخ حمود تويجري، الذي يقول في ذلك العصر بأن تسريحة الشعر للمرأة أمر لا يجوز، وكذلك لبس البنطال لأنه من خوارم المروءة، وهو ذات التحريم الذي يسري على عباءة الكتف للمرأة. وكانت البلديات حتى عام 2002 تغلق كل محل خياطة نسائي يقوم بخياطة عباءة للكتف بسبب التحريم الصادر آنذاك. أصبح العيد مسرحا مأسويا وأمتي رواية. هذه القصيدة التي يلقيها الشاعر عبد الرحمن العشماوي لن يصفق لها أحد، والسبب أن التصفيق كان حراما بوجهة نظر بعض أهل الفتوى. يروي اليوم العشماوي كيف كان مساقا مع القول بتحريم التصفيق. جاء وفد من جامعة الإمام، وجاء وفد من جامعة الرياض جامعة الملك سعود، وكنا جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامية. ومع الأسف هذا التقسيم السيء في عالم الإسلامي، جامعة الخرطوم تعد من الجامعات الحديثة كجامعة الملك سعود، وجامعة أم درمان إسلامية، وجامعة الإمام إسلامية. فاجتمع الجماهير وبدأنا طبعا يلقي الملقون، فتسمع لما ينتهي الملقي من شيء يعجب هنالك من يصفق وهنالك من يكبر. وأنا طبعا كنت متحمس، كنت في ثانية كلية اللغة، فما زلت متحمس، وباقي العلوم ما هي ناضجة يعني. فأنشأت أبياتا أقول فيها يعني ارتجالية، أضفتها إلى القصيدة: فلترفع التكبير فهو طريقنا نحو الشموخ وكلنا نرقاها، ولتترك التصفيق فهو سجية لذوي السفاه وكلنا يأباها. وصارت الخلافات بيننا وكذا. أخطأ من أخطأ من المستشرقين والمستغربين ومن سار على منهاجهم. معالي الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم المكي يذكر في سيرة والده أنه واجه حملة شرسة في بريدة، المدينة التي كان يحرم فيها بعض أهل الفتوى مكبرات الصوت في المساجد، وقام والده الشيخ عبد الله بن حميد بتوريد مكبرات الصوت لمسجده ليواجه المعارضين، حتى أصبحت هذه المدينة تملأها أصوات المكبرات في كل مكان.
اضرب ب5 ولا تأكل بملعقة، إن الملاعق للرحمن كفران. يعود بها كتاب الإيضاح والتبيان الذي يقول أن الآلة التي صنعها الله هي اليد، فكيف لنا أن نبدلها بآلة غير مأمونة الجانب كالملعقة والشوكة؟ التصوير والفيديو كانت من المحرمات في وقت سابق، واليوم كل المحرمين يتصدرون وسائل الإعلام والشاشات بعد أن فقد الكثير من السعوديين ذكرياتهم بتقطيع صورهم القديمة بسبب فتوى مستعجلة. مالك الروقي، MBC، الرياض.